النهاردة يوم الأجازة وقلنا نعمل أكل بقى، بس هنجيب كل حاجة من البيت، مش هنجيب حاجة من برا. يعني تعلمي بقى انك انت الحاجة اللي تفضل معاكي حطيها في التلاجة أو في الفريزر احتفظي بيها. نقول هنا بقى يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بصحة وعافية. ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخلنا المطبخ بقى يوم الأجازة وبدأنا الأول نغسل المواعين. هنا بقى عندي الغسالة الأطباق، ربنا يا رب يخليها لي ويحفظها لي. بتهون عليا حاجات كتيرة جدا. الأول طبعا شلت الجزء اللي تحت، كانت خلاص غسلت وخلصت، وببدأ بقى أرص فيها الحاجة اللي أنا هبدأ أشغلها. لكن طبعا ما بشغلهاش إلا لما تتملي خالص. هنا بقى جبنا الرف اللي فوق وشلنا بقى منه. خلاص هي كانت خلصت وظبطنا الدنيا، وندخل بقى على بقية المواعين. انتوا عارفين طبعا ان الغسالة دي ما بتاخدش غير الحاجات، لا اما ازاز لا اما صيني لا اما سلستين. غير كده لا، ألمونيا يعني من الآخر لا. فبحط فيها الحاجات، بس الحاجات ديت، لكن باقي بقى بقف طبعا على الحوض اغسل حاجات الألمونيا والكلام اللي انتوا عارفينه دوت. نغسل بقى بسرعة ونسمي الله ونبدأ. حتى الكوبايات قلت يلا بالمرة نشطفها. جبت بقى سبونش كده جديدة طبعا عشان الكوبايات، والتانية طبعا بتاعة المواعين. غسلنا كده قلنا بسم الله بقى، عشان لما نيجي نقف في المطبخ لازم يا بنات تكون المطبخ نضيف وتمام قوي، ما فيهوش حاجه لا تضايقك ولا حاجه تعطلك، او بما معناه يبقى المطبخ كده حتى شكله رايق، وانت تبقى نفسك كده مفتوحه وانت واقفه في المطبخ. لكن تقفي تعملي الاكل والمطبخ بقى والمواعين فوق بعض، لا طبعا. نعمل بقى بعد كده كوبايه الشاي بقى اللي تظبط بقى المزاج. وانتوا عارفين كوبايه الشاي دي بالنسبه لي حاجه يعني مش عايزه اقول لكم. كل حاجة في التلاجة والله جبتها. يعني أنا كنت مثلا كنت عاملة قبل كده مكرونة بشاميل، وكان فضل معايا كريمة حطيتها في الفريزر واحتفظت بيها. وكان عندي برضو كذلك لحمة معصجة برضو كذلك، اللي اتفضل منها حطيته برضو في التلاجة أو في الفريزر. بصراحة الحاجات دي ما بتكون موجودة، بصوا بتريح جدا جدا جدا. هنا بقى شربت حبة كده من الشاي، وقلت احط مية المكرونة تغلي. غلينا بقى المكرونة، حطينا طبعا يا بنات فيها ملح وزيت زي ما انتوا طبعا اكيد عارفين. واللي برضو لسه ما يعرفش او عروسة جديدة يعني، خليها بقى معايا كده ان شاء الله. هتتعلمي واحد اتنين في المطبخ. هنا بقى بنحط مية مغلية، لما تغلي خالص بنحط معلقة من الزيت وربع كده معلقة من الملح، ونحط المكرونة تتسلق عادي خالص. بسلقها عادي على فكرة، ما بخليهاش نص سلقة وربع سلقة والكلام ده، بسلق عادي. هنا بقى كانت الكريمة حطيتها في الحلة يا دوبك، بس فتحت عليها النار بسيط. وبصراحة زودت لها شوية لبن عشان تفك. وبقت بصوا زي ما هي. وبعدين حطيت لها كمان بصراحة قطع من الجبنة النستو. ليه؟ هتعزز بس الطعم كده وتخلي الطعم جميل. هنا بقى كنت بنزل كانت هي طبعا سخنة، فهي كده كده هتسيح معاها. هتدي برضو تعزيز للطعم كده وحاجة حلوة. وزودت لها برضو وهي على البوتاجاز، زودت لها شوية فلفل اسود وانا بفككها من التجميد. خلاص كده تمام تمام. هنا بقى هنعمل سلقنا بقى بصوا هنا بوريها لكم يعني اخر جمال واخر حلاوة. هنا سلقنا المكرونة، جبنا الصينية بتاعتنا دهنا فيها معلقة من الزيت، معلقة من الزبدة زي ما انت عايزة. وتحطي عليها كده برضو نقطتين كده حبيتين كده من الدقيق. حاجة بسيطة أوي تبطنيها يعني من الآخر. وهنا بقى اللحمة هي بتاعتنا اللي احنا كنا شايلينها زي ما قلت لكم، نفعت الحمد لله وعملت لنا صينية حلوة وكمان هتعمل لنا طاجن صغير. في مقطع معرفش راح مني فين بصراحة. يعني المكرونة برضو الجزء التاني بحطه في ما فيهوش أي حاجة يعني. وبتحطي عليها الكريمة، مفيش أكتر من كده، مفيش أكتر من كده. هنا بقى بنجيب اللبن ونحط بقى اللبن ونحط عليها بيضاية عشان نعمل وش للمكرونة. ولو عندك جبنة بقى والكلام دوت حطيه. مش عارفة ليه مش بفضل ان انا احط جبنة موزاريلا على المكرونة، مش عارفة برضو ايه السبب يعني. يمكن انا بميل برضو الاكل زمان شوية. هنا بقى حطينا فلفل اسود، ذرة من الملح، ونقلب بقى البضاية مع اللبن. ليه؟ عشان هتعمل لنا وش حلو قوي للمكرونة بتاعتنا.
وبسم الله ونسمي الله، وإن شاء الله سنة جديدة وسعيدة عليكم بإذن الله. كل اللي بيتمنى حاجة ربنا إن شاء الله يحققها له السنة دي. بس انتوا قولوا يا رب، ودايما صلوا على الحبيب قلبك يطيب. هنا بقى بنحط زي ما انتوا شايفين كده الوش بقى فوق الوش، ونشغل. طبعا وانا شغالة كان الفرن شغال بفضل الله. ده الجزء الأولاني. أنا هنا يعني إيه الجزء الأولاني؟ يعني أول ما طلعتها من الفرن عشان تكونوا عارفين، أنا كنت حاطة في الفرن فرخة بتت إيه بتستوي. يعني هطلع لكم برضو الفيديو دوت عشان مش عايزة أطول عليكم الفيديو. أنا كنت عاملة فينا المكرونة وعاملة الفرخة في كيس حراري، بس كانت الفرخة لسه ما استوتش. فدي أول طلعة عليها. دي بقى إيه الطلعة التانية اللي هي إيه؟ بصوا حتى بتشكشك إزاي. حطيتها بقى بعد ما خلصت الفرخة استوت، طفيت عليها الفرخة، طفيت على الفرخة يعني، وشغلنا الشواية وحطينا تحتيها المكرونة تاني. قلت بس تاخد وش بسيط لأن الوش الأولاني ما كانش عاجبني بصراحة، وقلت تاخد وش كده بسيط مع الايه مع الفرخه، تحميصه بسيطه. هنزل لكم بكره ان شاء الله الايه. هنا بقى بصوا الطاجن الحلو القمر ده. ده اتفضل شويه مكرونه على شويه كريمه على معلقتين كده من اللحمه المعصجه. عملت بيه طاجن حلو جميل اهو. زي ما اتفقنا يا بنات، ما ترموش حاجة. حاولوا تقتصدوا، الفترة دي صعبة شوية، صعبة علينا كلنا مش عليكم انتوا لوحديكم. هنا بقى المكرونة بتاعتنا بصوا كله كان من البيت. المكرونة كانت موجودة في البيت، الكريمة كانت موجودة في البيت، اللحمة المتعصجة، مفيش أي حاجة. وفي نفس الوقت عملنا أكلة حلوة هي، وأكلة برضو جديدة وبقالهم فترة ما كلوش مكرونة بالبشاميل. قلنا ايه نعملها بكل الإمكانيات اللي موجودة عندنا. ما جبناش حاجة ولا دفعنا فلوس ولا أي حاجة. اوعي حاجة تكون عندك موجودة وترميها. اوعي أي حاجة عندك شيليها في الفريزر، وصدقيني هيجي عليها الوقت اللي انت هتطلعيها وهتحتاجيها. مش شوية بقى كريمة تفضلوا تقولي يلا بقى ارميها وكده كده ابقى اعمل تاني. مفيش الكلام ده. هنا بقى كانت سخنة جدا، مش عايزة اقول لكم والله العظيم كانت مولعة. بس بالرغم من كده قلت اقطعها بقى بالمرة علشان ايه؟ طبعا هنا البيت كله عايز ياكل، وكلهم واقفين منتظرين ان انا اصور علشان عايزين ياكلوا. كان كله بالاستعجال زي ما بقولكوا كده بالظبط والله يا بنات. المهم بقى ايه، جبنا بقى نجيب بقى طبق بسرعة كده، ونجيب بقى الايه الشيالة بتاعة المكرونة. وهوريكم بقى تطلع القطعة بالرغم ان هي سخنة. عايزة اقول لكم لما تقطعوها وتيجوا يعني تشيلوا منها الجزء، خلي بالكم لازم المكرونة تكون يعني الى حد ما دافية شوية، ما تخلوهاش سخنة قوي، علشان مش كلكم يعني، او مش كل اي حد هيعرف يطلعها سليمة. لانها ممكن او وهي سخنة قوي كده تيجي تطلعيها تتفرط منك، ولو انت عازمة حد هيبقى الشكل العام مش حلو يعني. فيعني ايه اصبري لما تهدى شوية وطلعي بقى منها اللي انت عايزاه. هنا بقى بقول بسم الله واسترها يا رب كده. وطلعت بفضل الله، وبالرغم زي ما قلت لك كانت والله العظيم بتطلع دخان سخنة جدا. بس الحمد لله ربنا كرمني وما كسفنيش، وطلعت بصوا القطعة بقطعتها. بس عايزة اقول لك بقى جوسي وجميلة قوي وعجبت الاولاد والله جدا، وكل حاجة كانت فيها حلوة. والحمد لله وقضينا اليوم على خير. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. بكرة هنزلك ان شاء الله الفرخة وهي في الكيس الحراري تحفة. واختما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبنا وشفعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش كتروا من الصلاة على الحبيب علشان ربنا عز وجل ينولك كل اللي انت عايزاه. وبحبكم في الله.